الإماراتي، وبلغ للمباراة النهائية ب3 أهداف مقابل لا شيء في انتظار المباراة الأخرى، مباراة المنتخب السعودي والمنتخب الأردني في المواجهة الثانية للدور قبل النهائي لكأس العرب فيفا قطر 2025. هذه المباراة سوف تقام هناك على استاد البيت. كابتن فهد الفخر ليس فقط هو استطاع التقدم، بل حافظ على التقدم وضاعف النتيجة ووسعها في النهاية الأخيرة بتبديل ناجح بدخول عبد الرزاق حمد الله، هذا اللاعب الكبير. لابد أن نقول شيء عن منتخب المغرب، أن منتخب المغرب على أساس أنك تكون أنت فريق عالمي لابد أنك تلعب جميع أساليب كرة القدم. تقدر تلعب بالاستحواذ، تقدر تلعب بالهجمة المرتدة، تقدر تلعب بالدفاع المنخفض، تقدر تلعب على الأطراف، تقدر تنوع بكل ولا بد أنك تنوع هذه في المباراة الواحدة. اليوم أنا مش غريب أن منتخب تحت 17 ينافس، وصل إلى أدوار عالية. مش غريب أن منتخب تحت 20 أخذ كأس العالم. صحيح. مش غريب أن منتخب المغرب الفريق الأول يطلعون منتخب إسباني في نص الملعب. اليوم منتخب المغرب منتخب الرديف، ترى هذا بعد يعتبر الثالث ما شاء الله عليه. والله معلومة الثالث صح. أنا فكرت والله ما شاء الله عليكم ما شاء الله تبارك الرحمن. فالتنويع في أساليب اللعب في مباراة واحدة، وقدرة المدرب طارق أنه يغير الأساليب. شوف الذكاء انه هو خلى فريقه، هو قادر انه يستحوذ، قال حق فريقه ارجعوا خلوا الامارات يجونكم. كوزمان العكس، بدل تدبيرات هجوميه، هل كانت لصالحه؟ لا، كانت عليه. فهذه كابتن لما تيجي تقراها كمدرب كفكر، يعني كلامك انك تقول انه ممكن كان يعتمد على الهجمات المرتده، يمكن كان يعادل النتيجه، ما يستطاع. كان صعب شوي. ثاني شيء كرة القدم. ليش صعب كابتن؟ صعب لأن يعني شاهدنا احيانا فريق ضعيف، وشاهدناه في الدوري الاسباني المنقول حصريا على البي سبورت، يعني فرق في الدوري الاسباني تتغلب على ريال مدريد وبرشلونه بهذه الخطه، دفاع هجمات مرتده وتسجيل اهداف وتنتهت المباراه لصالحهم. تقصد الامارات ضد المغرب اليوم مثلا؟ انا مثلا اتكلم بشكل عام، انا بتكلم بس لا هو عمل بلوك خلفي، لكن الاشكاليه في ان منتخب المغرب يلعب كرات عرضيه. عمل ضد سوريا 41 كره عرضيه، فهو يعني هو دائما يلعب كرات عرضيه، وعنده لاعبين ما شاء الله، يعني القفز مالهم ما ادري يمكن وين يوصلون، يعني ما شاء الله. منتخب الامارات حتى كلاعبين ما يقدرون يعملون القفز، فانت اوريدي مثل كنو ما شاء الله في المنتخب السعودي ما شاء الله مثل كنو. فحتى لو انت كمدرب حاولت، امكانيات لاعبين منتخب المغرب قادرين، لو قلت حق لاعبين منتخب المغرب يلا هجموا على الاطراف واشتغلوا الكرات العرضيه راح يعملونها، واذا قلت حق اللاعبين منتخب المغرب عملوا ضغط عالي راح يعملون. فانا اتكلم ان جميع اساليب اللعب في منتخب المغرب جيده، بالاضافه ان في نقطه مهمه في منتخب المغرب وهي الافضل في هذه البطوله، ان حتى لو انت عملت عليه دفاع متاخر وعملت عليه مرتدات صعب انك تحقق هدف، لان اسرع فريق انه يتحول من الهجوم للدفاع منتخب المغرب. صحيح. جميع امكانيات منتخب المغرب واساليب اللعب متوفره في جميع حالات اللعب. هاي من خلال اكاديميات كابتن، ليس فقط يعني. لا صحيح، انت تتكلم على صراع تكتيكي بين المدربين، وطرحتي واحد سؤال: لماذا كوزمان ما يلعب الوراء ويلعب على المرتدات؟ كيف يلعب على المرتدات والمغرب راجع له الوراء؟ ما عنده فعاليه. هذا ليس وليد الصدفه كابتن. ايه انا معاك، انا تنقول لك حتى تكتيكيا انت تلعب المرتده، الا كان الفريق عطاك المساحه خرج يلعب وعطاك المساحه يمكن تلعب على المرتده. اما الا كان الفرق بحال اللي كان راجع لورا واقف جيد، ما يمكن لك تلعب على المرتده، لان الخطوط متساويه متوازيه راجعه لورا، ما عندكش مساحات. اذا الحل الوحيد اللي عندك هو تدوير، هو تمرير، هو فتح مساحات استغلالها، من غير اللي تكلمنا عليه استراتيجية. أو فعلا اليوم كرة القدم الحديثة تغيرات، والأساليب قديما كان أحيانا كاين مدربين يلعب 4-4-2 وما يعرف يلعب من غير 4-4. اليوم صحيح. لا، اليوم تغيرت، لأن شكون هو المدرب الذكي مش هو اللي تفلسف كتير، ولكن على حسب الإمكانات ديال اللاعبين، وتحط اللاعب في المكان المناسب وتبدا تبني عليه طريقه ديال اللاعب، وهذا يمكن هو اللي تقدر يساعد. احيانا بعض المدربين يضيعون كثيرا، مش هما حيت ما عندهمش لاعبين، كاين لاعبين ممتازين ولكن مش في الاماكن ديالهم. هذا تنشوفوا هناك تعطل، الفريق ما تيمشي. كوزمان ما نلوموش كثير، لان كوزمان وصل متاخر،
وتنعرفوا كل مدرب عنده افكار، وهذه الافكار من تترجمها في الحقيقه الممثل الحقيقي هو اللاعب داخل رقعه الميدان. اذا اللاعب محتاج وقت باش يفهم كوزمين، وكوزمين يفهم وقت باش يفهم اللاعبين. اذا تصادف مع هذا كاس العرب يمكن مشى تصاعديا، لان شفنا المنتخب الاماراتي يستحق يكون في نصف النهائي عطفا على الاداء اللي سواء، والمغرب تماما غير الاكراهات والاصابات والغيابات اللي صارت. وحنا تكون على علم وانت على علم بان المنتخب المغربي وصل غير جاهز بتاتا حتى الاخر ساعه، ولاعبين بن شرقي ما موجود، كاين لاعبين اخرين الهنوري لاعبين من طراز عالي اخر ومش حاضرين لان في اخر ساعه ما كانوش واجدين. ولكن المغرب بمن حضر اليوم احنا مش تفاجئنا، ولكن شفنا المغرب كبيره في المنافسه صراحه اداء ونتيجه، والدليل اليوم انتصاره ب3-0. كابتن فهد، يعني أنت أحيانا تسمع هذه الكلمات أو هذه الجملة من الكثير من النقاد، أو حتى من المدرب، أو حتى من اللاعبين، أو حتى من الصحفيين والنقاد، أو حتى في برامج التواصل الاجتماعي، يقول لك والله اليوم كنا زينين لكن مش في يومنا. اليوم المنتخب الإماراتي ما كان في يومه. اولا لابد نحن شوي، انا بتكلم في نقطه مهمه جدا، يعني خلينا نتكلم كوزمن سيفيا مدرب منتخبات ولا مدرب انديه؟ صحيح. اثنين في واحد. والحين لا بس في سيفيا تاريخك هل درب منتخبات؟ هو صراحه انديه اكثر، يعني هلا انديه. تدريب النادي يختلف جمله وتفصيل عن تمرين تدريب المنتخب. ثاني شيء المدرب المنتخب عنده كل يومين 3 مباراه. يعني اليوم مثلا كان حمد الله كان اساسي صح؟ لا اول شيء ممكن تجاوبني كابتن؟ صحيح جاوبك بتجاوب، بس اول شيء جاوب عقب تطرق على النقطه اللي تبيها. اللي هو اللي قلت لك، يعني بس برجع لك الحين مره ثانيه. بنروح حق الاهداف، برجع لك مره ثانيه اللي هو السؤال، هل انك انت تؤلي عاده ما نقول او ما يقال اليوم والله هذا المنتخب او هذا الفريق مش في يومه؟ المنتخب الاماراتي ما كان في يومه؟ لا، لذلك انا كنت ذاك الجواب كان تقريبا، بس انا بدخل لك اياها. مباراه المنتخب لا يوجد فيها شيء ثابت، التشكيله غير ثابته، الظروف غير ثابته، الاجواء غير ثابته، كل 3 ايام غير ثابته، الجاهزيه البدنيه حق اللاعبين غير ثابته، الظروف متغيره في المباراه تصير اكثر من ظرف. لما انا اجي اقول اليوم مو في يومي، ما في شيء اسمه في يومي، انت شلون تتعامل مع الظرف اللي انت فيه، اصابه، غياب، لياقه بدنيه، دروب، تغييرات، ما في شيء. ليش انا اقول لك المنتخب المغربي قوي؟ لانه يجيد التعامل مع كل الظروف وبكل الاساليب في نفس المباراه، هذا ما تحتاجه. اما لما الفريق مش في يومي، لا انت لم تستطع انك تكون في يومك. نعم. اذا مطر، هل راح تلعب نفس اليوم اللي حر؟ هل اليوم تلعب في ملعبك خارج ملعبك؟ منتخب المغرب يتعامل مع كله، في ملعبي ولا خارج ملعبي، ولا انا ناقص، ولا حمد الله طلعته نزلت مهاجم اخر، طلعت المهاجم هذا نزلت حمد الله، الاثنين يسجلون رغم نقصي. ما اعتذر، ما قال لك احنا والله ما عندي جبت الفريق الاول وجبت الفريق الثاني، والله ما عندي مهاجمين ما عندي مهاجمين، وعبد الرزاق حمد الله على دكه الاحتياط تو راجع من الطرد. لا التعامل مع كل الظروف وافوز في المباراه واخذها. جعل اليوم يومه، يخلي اليوم يومه، لان عنده القدره انه يتعامل مع كل اساليب اللعب وكل الظروف، وهذا قوه مدرب المنتخب عن مدرب النادي. مدرب النادي يحتاج الى اسبوع، يحتاج الى، اذا هو يتحدث عن تكيف المدرب بالضبط مع اللاعبين للظروف المتاحه في هذه المباراه أو تلك. صحيح. احنا دائما في كرة القدم تنقولوا فرق بين التسيير وفرق بين القيادة. صحيح بعض المرات نتكلم كثيرا في التوقعات والتكهنات، ولكن حقيقة كرة القدم هي التي يعيشها المدرب. مثلا نتكلم على مدرب الأندية، خلال الأسبوع هناك إصابات، هناك بعض المشاكل بين اللاعبين، هناك أمور أخرى، هناك تدخل عليك الأمور المالية أو أمور مع كيف، أو اللاعب عنده مشاكل خارج النطاق الكروي، والمدرب تبقى هو ذاك الليدرشيب، هو ذاك المدرب اللي تبحث دائما على التوازن، تبحث على الحلول، تبحث كيف يوجد حتى ذهنيا أيضا. هذا هو من بين الأمور اللي مهمة، كيف نوجد أنا الفريق باش يلعب المقابل. احنا خلال الأسبوع لم نعيش مع المدرب ولم نعيش مع هذه الأجواء. لهذا الغرض أحيانا هنا فين تنقول هذا القيادي أكثر من هذا تسيير هذه المجموعة، هما دائما تيجيو عندك هاد اللاعبين ولازم تسوي هذا. هل أحيانا النتيجة يمكن تكون عكسية، ولكن هذا ما تعنيش بأن الفريق لم يعمل أو لم يجتهد أو لم يكن صحيح. بعض المرات تقول لماذا ضيع اللاعب
اللي جميل في كره القدم هو هذه الاشكالات اللي صحيح. احنا تكلمنا عن اللعيبه وايد، صح؟ صحيح.